ولسه مكملين في اللي بينا، واللي بينا لسه كبير وكتير. بس المرة دي هيبقى الموضوع مختلف، وهنتكلم في حاجة مهمة، وهي إن ربنا جبر بخاطري. قولي يا عمرو، ربنا جبر بخاطرك في ايه؟ هو الكانسر مرض صعب. فلما أول طفل ليك يبقى عنده كانسر وفجأة عرفت إن ربنا يجبر بخاطرك وتلاقي مكان في مستشفى، إن ربنا يجبر بخاطرك وإنه يعدي، ده لوحده مش قليل. لما يكون معكش فلوس ومش عارف تسدد، فربنا يجبر بخاطرك ويرزقك. لما تبقى وضعك المادي مش قد كده وتروح تتقدم وحد يوافق عليك. لما ربنا يجبر بخاطرك ان يجعل الفيديو ليك فيه القبول عند الناس، لا جبر خاطر كتير كتير. دي اكتر حاجات اتعلمت معاك لا يعني؟ ده اكتر. ماشي. يعني لو قعدنا نعد مش هنسكت. ايوه. وانت بصي، هو زي ما عمرو بيقول كده، كل واحد عنده اكيد مع ربنا مواقف لا تعد ولا تحصى. بس جه على بالي كده في موقف مش ناسياه، رغم ان هو من سنين كتير قوي قوي. كنت في اوائل الحجاب، متجوزه بس يعني كام سنه، 5 6 سنين، وكنت قاعده في اوتيل انا وجوزي واصحابنا، وكلهم كانوا في الميه وفي البول، وكان في اكوا وفرحانين، وانا الوحيده قاعده بقى محجبه. مرات صحاب جوزي كلهم نازلين، وانا الوحيده اللي قاعده بقى طول الوقت الصبح مع الحر بتفرج ولهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فجيت في يوم سبتهم وقلت هطلع اصلي العصر وانزل. فوانا بصلي العصر صعبت عليا نفسي، وحسيت وانا بسجد قلت يا رب اكبر بخاطري. قلتها بجد من قلبي والله العظيم. يوميها انا نزلت من الصلاه واحنا قاعدين طلعوا من البسين خلاص بنتغدى، واحد صاحب جوزي كلمه حوار تك تك تك، نقلنا اوتيل، رحنا خدنا فيلا، كان في اوتيل احلى منه بكتير. ده انا فيلا من هي الارقام بتبقى حاجات بتعدي الرويال يعني خزعبليه، برايفت بول على البحر. بقينا قاعدين انا بنزل وبقى عارفه لما تحسي ان دموعك انستنت. يعني في مواقف كتير قوي ربنا جبر بيها بخاطري كتير، بس اليوم ده ان انا كنت بجد الرد جالك اون ذا سبوت بالحاجه اللي انت عايزاها باحلى كمان. انا عمري ما بنسى الذكرى دي، يعني بفضل دايما بحس ان الله يعني. وانت يا هبه؟ انا اكتر وقت كنت بحس ان انا ربنا جبر بخاطري طبعا زي ما انتوا بتقولوا كتير قوي. مفيش بس كنت بستمتع قوي لما بقى لسه قايمه وبدعيه دعوه والاقيها بعدها على طول بتتحقق. دعيت ان احنا نيجي معاكي طيب يعني عندي حاجات كده كانت بتبقى بيني وبين ربنا ان انا بقى لسه قايمه والاقيها بتتحقق على طول حصل. او انا سايقه العربيه دايما بيبقى عندي ساعات كده بيجي لي حاجه فاقعد ايه يا رب انا عايزه كذا ولو ليا فيها وادعيه يعني وانسى، الاقي بعد يوم او 2 الاقي حد بيقول لي في حاجه دي انا قد ايه ببقى مبسوطه. وكنت بربطها كمان واكترها كان بيكبر بخاطري في الكوتشنج، لاني دخلته في مجال هو عكس مجالنا احنا كعيله. احنا عيلتنا شغلها حاجه تانية خالص. فدخلته كان ده بالنسبه لهم كانوا شايفين ان ده حاجه اللي هو بتشتغل ايه يعني، نقول الناس ايه. والدي كان يعني ايه رجل اعمال، فكان دايما بيشوفها بالفكره اللي هو ايه هيجيب لك كام. هو في موضوع مختلف. فكان دايما ربنا يجبر بخاطري في ان انا في خطوه في خطوه بحاجه. كانوا في الاول شايفين انه يعني هيعمل لك ايه. مع اول خطوه بقى كنت بدعي ربنا وانا عماله اذاكر واجتهد. فاكره كويس قوي ان ربنا طبطب عليا، وانا بحب اقول ان هي طبطب عليا. انه لما اول تليفون من قناه كانت تقيله ادخلها، وده كانت اول مره ادخل اي قناه، وقالوا لي عايزينك ومش عارف ايه. فحسيت لان انا كان عندي مقتنع بحته كده انك لو اجتهدتي مش هتروحي تطلبي، هم اللي هيطلبوكي. فدي كنت بشوفها دايما بقى جبر خاطر من ربنا ويطبطب عليا فيها. لو فاكرين الحلقه اللي قعدنا نتكلم فيها عيش اللحظه، انت نبهتني في حته اللي هو في حاجات بدعيها وممكن يوم يومين تتحقق، في حاجات ممكن تدعيها بعد سنين تتحقق من غير ما تاخد بالك. صح. انا كان في فتره كانت ضغط، فلقيت كتاب انا فاكر اسمه بس مش هنعمله دعايه يعني. كتاب كان على الغلاف بتاعه ساعتها صوره حاجات معينه، فانا بصيت قلت ياه نفسي مكتبي يبقى على الحاجات دي. نسيت، اتحققت بعد كام سنه اتحققت ونسيت انها اتحققت. لغايه في مره بقلب الكتاب، ايه ده
مش هو ده ده كان كتاب. اللي كنت بقول ده نفسي كان اه نفسك انت ليه ما خدتش بالك من النعم؟ يعني لو انت ربنا بيكبر بخاطرك وانت مش واخد بالك، صح انت لا عايش اللحظه ولا عندك امتنان محمد. بالظبط صح. صح اوقات بقول لهم احنا بنركز دلوقتي على دعوات بندعيها ولسه ما اتحققتش وناسين نحمد ربنا ونستمتع بدعوات كنا بنعيط عليها واحنا عايشينها دلوقتي. صح يعني هو ميكس، بقول لهم بوس حلو، اسمح لنفسك انك تتمنى وحسن، بس استمتع اوريدي بالدعوه اللي اوريدي ورمضان شهر استجيبت. استجابه الدعوات. ايوه مين ليه تجربه اللي هو رمضان ده بيدعي قبل رمضان اللي بعديه كان اتحقق؟ ما كتير. دي حاجات كتير رمضان قوي. بالذات. اه رمضان بص رمضان ادعي 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 اه وانت ساكت بقى وتعيط وتيجي تبص قبل ايوه تحس ايوه قبل رمضان اللي اللي بعده بعده اتحقق. تكون دنيا جبر مختلفه. بخاطرك. طب هقول لكم بقى حاجه على موضوع الدعوه ده. مهم. كنت اول عمره في حياتي بعملها وخلاص نازله في الطواف، كنت لسه في جامعه صغيره، فوانا في الطواف بلف فجاه لقيت الناس وقفت والله اكبر الله اكبر، فانا بركز في ايه يا جماعه. فكانت في زياره حد VIP وكانوا بيفتحوا لها الكعبه، فجابوا بقى سلم وبيفتحوا لها الكعبه، فالناس كلها وقفت تتفرج على هذا المشهد. فانا وقفت والله جالي انهيار عياط وحسيت كأن باب الجنه بيتفتح، يعني الشعور سبحان الله. فجت واحده جنبي قالت لي ادعي ادعي انك تدخلي الكعبه، انا في مره دعيت وربنا استجاب ودخلت. فالمهم اتشعبطت في الدعوه يا رب ادخل وقدام الكعبه بقى يا رب ادخل الكعبه. خلصت الزياره وقفلوا الباب وما دخلتش الكعبه. المهم تاني يوم كنت اول عمره مش فاهمه حاجه، فالصبح بعد الشروق بنقعد انا وبنت عمي زحمه رهيبه في مكان كده انا مش عارفه هو ايه، صلينا فيه بالعافيه ركعتين، فبحكي بابي على الفطار ده انا قال لي ده حاجه سيدنا اسماعيل والصلاه فيه ثواب ركعتين في الكعبه. ماشي وخلاص. وقعدت كل العمر بالليل بيرن في ودني بالليل آية وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل، وأنا عمال أقول يا رب الآية دي بتجيلي ليه أنا مش فاهمة. كان قعدت أفكر فيها حسيت إن ربنا بيكبر بخاطري بيقول لي أنت ما دخلتيش الكعبة بس أنا يسرت لك إنك تصلي في الزحمة، فخدتي نفس الثواب اللي انت كنت هتاخديه لو كنت دخلتي جوه الكعبه. فكرتيني في حاجه وانا برضو في الجامعه، بس هي ملهاش دعوه بالعمره، ليها دعوه بان كان بابايا زمان عايزني انقل من جامعه لجامعه، مصر جدا سيبني في الجامعه دي فاضل لي سنتين وهخلص. لا لا لا. ووقتها قعدت اصلي كتير قوي وادعي. حلمت وقتها بحلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول روحي الجامعه. لا ده هي كانت حاجه اخدني كده وراه، ورحنا وقفنا على الحيطه اللي كان مكتوب عليها ان الله مع الصابرين اذا صبروا. يا روحي ما شاء الله. فروحنا الجامعه اللي بابايا عايزني اروحها تاني يوم، قالوا لا انت في سنه ثالثه، ده احنا اللي زيها يجي يشتغل معانا، ده احنا لسه بنبدا ما عندناش. سبحان الله. وكانت كليتي وقتها ما فيش منها كتير. فرجعت تاني لنفس الجامعه عشان بس الحته بتاعت ان الله مع الصابرين. والله مره كتبت بوست في رمضان قلت لهم ما نبطل دعاء لغايه ما نحمد على اللي فات. يعني انت لو اخدت ادعي انا قصدي بدل ما انت يا رب يا رب عاوز شكرت على اللي فات ولا ايوه ناسي، ما احنا التوازن ما تبتدي الاول صح. ممكن تاخد نص الدعاء طيب شكر ونص ادعي باللي انت فيه، ولئن شكرتم لازيدنكم، فانت لو ما بتشكرش ايوه مش هيجيلك الزياده. والتسبيح والله التسبيح خطير. يعني ده بقى مجرب وربنا بيكبر بخاطر الواحد بشكل. انا دايما احب احط السبحه جنب في العربيه. ايوه انا في ايدي كمان وفي وبحبها. لا في واحده بتتركب في دريكسيون فوانت سايق هي بجد دي حلوه دي بقى انت لازم تعملها عليها. هات خدي نواب بقى وهاتلنا قول لنا فين. طب يلا هبه قول لنا نصيحه. دي اول مره اشوفها، انا بعرفها اللي في الايد اللي هي انت وانت سايق، فهي كده. ايوه هي حلوه فكرتها. فعمرك ما هتنسى. ايوه هنا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. منه له. قولي لنا يلا بقى هبه نصيحه تقوليها لنا كده. ودايما كل ما هتدعوا كل ما هتقربوا اكتر، لان ربنا قال اللي هيقرب لي خطوه وهيدعي هقرب له كتير. فانا بجد من قلبي ما بقول للناس ما تيأسوش من كتر الدعاء. انا دي نصيحه. صح حلوه قوي. نصيحتك انا لمين؟ انا هقول برضو دعاء برضو. انا بقول لهم عارفين الاسئله اللي هو لو هتدي نصيحه واحده قبل ما تموت، لو هتختار نصيحه واحده تنصح بيها، اقول لهم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ده باب كده تبقى واقف فيه دايما مع ربنا، وفعلا اوعى تفتكر اي حاجه في الدنيا بشطارتك ولا باي حاجه، هو اسال ربنا في كل حاجه حتى لو ايه. في واحد وانا في ثانوي كده قلت ولا في الكليه،
ففي المسجد كده بقول يا رب يا رب شيك ب1,000,000 جنيه. قال لي يعني يوم ما تطلب من رب كريم تطلب طالب شيك ايه؟ ب1,000,000، اطلب. ايوه. فأغنى الأغنياء الغني عنده الخزائن، ما تطلب براحتك. هو انت انا عارف ان فلان الفلاني لو قلت له اعمل لي كذا يعملها لي وانا قاعد، فبتروح تطلب. ما تطلب اطلب بزياده، ما تتكسفش. انا نفسي اللي نفسك فيه قول، واطلب مع الدعاء ان ربنا يرزقك الشكر على النعمه، ايوه. وان انا ما بوظت النعمه او انها تفسدني، تاخد خيرها وما تاخدش ما شرها. تاخدش شرح. وفي حته تانية انا اسف، في كلنا في فتره، بلاش كلنا يعني الناس بيبقى نفسي يا رب فلان يا رب فلان. فواحد علمنا نصيحه، قال لي دعاء الاستخاره واقدر لي الخير حيث كان وارضني به. يبقى قول يا رب اقدر لي الخير حيث كان وارضني به. فبتبقى ساعات بتتمنى حاجات وتلاقي راحت، تيجي تكتشف بعد ذلك ايه ده، الحمد لله. صح. هي دي اللي كنت هقول لك عليها. ويدعو في ناس الإنسان بالشر ندعي حاجات دعاءه بالخير. ندعي حاجات ونبقى عايزينها قوي وربنا ما يعملهاش، نقول هو ما نكتشف عملهاش، بعد ونكتشف بعد كده ان هي خير صح. جدا. ما كانتش صح. صح دي خير. حقيقة. ماشي حلو. يبقى في الاخر نطلب كده اللي يليق بيه، مش اللي احنا يليق بينا ولا اللي احنا نتخيله. القوامة، وعمرو قاعد يقول لي دلوقتي، يتخانق معايا ويقول لي بتنطقيها غلط، وهي اسمها القوامة. القوامة. شفتي اهو القوامة. فاحنا نعرف منه هو دي الستات بتتخانق وزعلانة في الجزئية دي، تعرف تقول لنا؟ زي ما العيال بيتخانقوا ان بابا وماما بيقولوا لا. طب اشرح لنا اكتر. هو مين بيحب يبقى ليه سلطه، ان ليه حد ليه سلطه عليه؟ ما في ناس انا مش عاوز حد يبقى مديري اصلا في الشغل، انا عاوز اشتغل مدير نفسي. انا موافق اشتغل مدير نفسي. انت مش عاجبك القيامه تتجوزيش حقك. كان في بس هي مش بس مربوطه بالجواز، ما هو اخ اب، يعني اي رجل في حياتها. انا بشوف ان هي لازم تتعلم من هم صغيرين، يعني لازم يبقى حاجه احنا بنتعلمها، يعني لازم نعلمها للولاد الصغيرين. يعني ايه زي ما نرمين بتقول، لازم يعني ايه تخلي بالك من اختك، تبقى تخلي بالك من مامتك. فاكره لما اتكلمنا في اول حلقه خالص، انا لو بابا متعصب في رمضان وحش، طيب انا النموذج الذكوري عندي في البيت يا اما كان سيء فعليا، اوكي، يا اما امي كانت بتطلعه لي سيء، فانا رفضت السلطه الذكوريه اصلا. ده واحد. حلو. 2، ممكن ابويا كان يسيء استخدام السلطه. هو السلطه انا عينتك مدير على ناس، حلو، المفروض ان هي بكفاءتك. فانا لو امراه اعقل من رجل، القيامه لا تنقل ليها، بس مين قال لك تختاري واحد اقل منك في العقل؟ يعني انا هعين مدير للمكان، هات لي مدير يبقى عنده حكمه، عنده حزم، عنده تقدير، بيحترم الناس، ليه مواصفات الشخص ده. فاللي هو بما ان كلمه حاضر كده كده هي تقيله. كلمه حاضر تقيله ولا مش تقيله؟ تقيله. مش حلو. لا، كلمه حاضر تقيله. انا هرد عليك، انا بسمعك وهقول لك. كلمه حاضر تقيله. ماشي. لو انا اللي قدامي مش مالي عيني، مش قادر اتقل ودي بالظبط. هي كده كده تقيله. بس لما يكون واحد انا واثق في عقله تبقى اخف. اوكي. وحته تانية، معلش هاخد المايك شويتين. لا احنا عايزين نسمع في حديث بتاع نساء مكه ونساء المدينه. الصحابه لما كانوا في مكه كانت نساء مكه طبعها حاضر طيب نعم، لا تناقش حتى. فلما راحوا المدينه نساء المكه تعلمنا من نساء المدينه المناقشه، مش النديه، بتتناقش. فلما نساء مكه بدات تعمل زيهم، سيدنا عمر بن الخطاب راح يشتكي الرسول، استأسدنا. فهنا هم ما عملوش حاجه، هو شايف ان ده حاجه عظيمه. فرقم واحد، مش كل بيئه تنفع لبيئه. انت تربيتي في البيت انك بتتناقشي في مع ثقافه أبوك معينه في اللي هو هي هقول لك حاضر كده كده وكلمتك مسموعه كده كده، سيبني نتناقش، بحترمك. فهنا لما اجي ارتبطي بحد بيتناقش، ما ينفعش تقولي واحد ما بيتناقش. عنده مرونه وليونه. زي ما انا اتربيت ان في نقاش، ما ارتبطش بحد هو ده اذا كان عاجبك، مش هينفع. انا بالنسبه لي بشوفها انه الرجال شايفين ان ده تكليف، لكن الذكور شايفين ان ده تشريف. فبالتالي احنا بنتعامل مع الموضوع بشكل مختلف.
فانا لما بكون راجل بتصرف مع عيلتي، مع اختي، مع ايا كان الانثى اللي في حياتي، وانا البرسبكتيف بتاعي ان ده تكليف، الطريقه بتاعته بتخلي الست بالعكس حابه ده وبتحمد ربنا، الحمد لله يا رب ان جوزي هو سندي، هو ظهري، ابويا ربنا يخليهولي. بالعكس هي بتكون حابه جدا ده. لكن لما بيكون ذكر وبيتعامل مع ده ان ده التشريف، انا احسن منك، انا افضل بعضكم على بعض، انا تبتدي هي تتمرد فترفض ده، لان هو الطريقه بتاعته زي ما انت بتقول هي سيطره. في فرق، اي اتربى نفس على ده. بشريه بتحس حد بيحاول يسيطرني هعمل ايه؟ هحاول افلفص. فبالتالي انا البدايه عندي دايما في حته القوامه بقوله لو الزوجه او اختك رافضه، الاول اسال نفسك انت شايفها ازاي. هو شايفها بالمنظر. انا بأيد جدا، لان هو الراجل بيبقى شايف ان هو، او مفهومه عن الجزئيه دي بيبقى ان هو انا امر واشخط وانطر، وانا يتقال لي حاضر، واللي انا اقوله وهو ده الراجل. وفي بقى اطفال يعني سيشنز بقى بيجي لي للمراهقين، فيقول لي ايه، الراجل لازم يعلي صوته ويزعق عشان يتسمع، عشان يثبت يا نفسه الله. كده ويبقى فاقول له ده مفهومك عن الراجل؟ مم. يقول لي ما بابا بيزعق. مهم. اوكي موديل. فهو ده الموديل بتاعه، ان هو شايف ان ده يبقى كده هو راجل. هو كل صاحب سلطة، ما انت ليكي سلطة على عيالك، اوكي هسيء استخدامها هيكرهوا السلطة، طبعا هتعامل بما يرضي الله هيحبوه. هيحبوه. وممكن اكون لا اسيء استخدام السلطة ومليش نصيب في اللي معايا، ممكن دي ابقى انا قصه كويس جدا، اب كويس جدا، وام كويسة جدا، وعيالي مفيش. هو ربنا ابتلاني، ما نبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني لما مراتك تبقى كويسة معاك ده ابتلاء، هتشكر. اوكي لما تكون سيئة معاك هتصبر ولا لا؟ ولادي وانا بربيهم ربنا اكرمك بيهم مؤدبين، هتشكر؟ هم مطلعين عينك، هتصبر ولا لا؟ فانا كل صاحب سلطة هحاسب نفسك. انت اللي هو زي الجملة اللي حضرتك قلتيها في حلقة، اللي انت بتعمله ده لو الرسول واقف قدامك هتعمله ولا لا؟ لو هتعمله يبقى انت ماشي صح. اوكي. انت بتعمل ده عشان هي ملهاش حد يقف لك، عشان هي بتسكت، عشان هي كذا، لا انت ظالم وهتقف كده كده. انت مش هتقف قدام الرسول في الحياة دلوقتي، بس هتقف قدام ربنا يوم القيامة، وشريط حياتك هيبقى قدامك. شفت يوم ما زعقت كده وهي ما عملتش حاجة؟ شفت يوم ما مديت ايدك؟ شفت يوم ما اهنت وقلت كلام؟ الكلام ده احنا كآباء وامهات لعيالنا، وانا كزوج لزوجتي. ايوه. في برضو حاجه بقى بحب اقولها للبنات، عشان ما بيبقوا شايفين انه هو احسن مني في ايه، طب ما انا كمان شاطره، طب ما انا كمان بفكر، طب ما انا كمان ممكن اعمل. فاوقات بدي كده مثال بحبه، بقول لهم تعالوا نتخيل واحد اونر صاحب مدرسه مثلا، كتير بنشوف الحوار ده، هو صاحب المدرسه وهو عنده مدير للمدرسه. فلما تيجي مثلا تقول له ده انا عايزه ادخل ابني عندك المدرسه، يقول لك والله القرار بتاع المدير. يا عم ازاي ده انت صاحب المدرسه، ده انت بمكالمه منك والله ما اقدرش اتدخل في قراراته. هل هنا حد يقدر يقول المدير احسن من الاونر ولا الاونر احسن من المدير؟ كل واحد خالص. التاسك بتاعه. بالظبط. ليه هو اداله القرار؟ مش عشان هو احسن ولا عشان هو اوحش، عشان هو اللي في الملعب، هو اللي ده اللي يتحاسب عليه. وغير اللي هيحاسب، انت اللي فاهم الليله الاداريه. انا من بره باجي كل فين وفين اعمل ميتنج، فالراجل هو اللي نازل فاهم الغابه والحياه والمشاكل والدنيا، انا اللي فاهم الواقع، بلاش تقفي له وفي قلب الحدث والمطبخ كده زي ما بيقولوا. فهو هيبقى عنده من الحكمه اكتر ومن الوعي ومن المعرفه ان هو يدير وياخد، لكن مش ان هو احسن منك ولا انت اقل منه. ولازم لما اختار يكون الحكيم، ولازم ايه؟ لما اختار يكون شخص حكيم. طبعا انا بس اوقات الجواز الصغيرين ما بيبقوش عندهم الوعي ده. ما يتعلموا بس بيحصل الوعي. ما كانش عندنا اليوتيوب 2006، فاحنا على ايامنا ما كانش فيه يوتيوب قبل ما نختار حاجة. لا دلوقتي الفيديوهات في ايوه توعيه كتير القنوات كانت بتقفل الساعه 12. انت ليكي كام حلقه في التلفزيون؟ انت ليكي كام حلقه في التلفزيون؟ ما عدتش كتير. فانت ليك حلقات. ايوه في توعيه. انا ايوه وهبه وبشر وبنتكلم، فانت ما عندكش حجه. صح. بلاش، ما احبش التلفزيون، اقرا كتاب، ما بحبش الكتاب، اسمع الراديو، اسمع بودكاست، ايوه اوديو بوك، بودكاست، اي حاجه هتلاقي الدنيا مليانه، مفيش حاجه. خلاص. طيب والريلز بالظبط. انا بقول مالكش في هتلاقي حاجه في الاخر.
انت مالكش حجه، ولا احنا كان لينا حجه برضو على ايامنا. كان ممكن نسال. ما في كتير اللي هو كان في اغنيه ترند كده، اللي هو كان بيقول يا ابويا كنت منعتني. مم. فساعتها اتقال والله لو كان منعك كنت انتحرتي. انت هنشتغل نفسنا، ايوه ما انت لو جاي منعك كنت دلوقتي دلوقتي بتقولي ايوه ايوه صح. صح. وفي بنات بتصمم وتقرر لا ايوه وهو ايوه صح. هموت وفي نفسي نفس الوقت هل شرعا ابويا وامي طيب هم ابويا ليه قوام عليا، هل من حقه انه يجبرني على جوازه؟ مم. لا طبعا. لا طبعا. لا يجبرني على كليه؟ لا لا. فحاضر للراجل دي على فكره هي مش حاضر في كل حاجه. مم. يعني انت بتحبي الشوربه الليمون، مم. اشربي شوربه من الليمون، انت عليكي الطاعه. لا، ده ما فيهوش طاعه اصلا. ليه ما فيهوش طاعه؟ عشان ده ملوش علاقه بمنظومه الجواز. هي دي اللي نرمين كانت بتقولها، اللي هو لما بتحس ان هو بيؤمر حتى لو السيطرة من باب بيؤمر. السيطرة هي مفيش بتنفر منطق بتطلع ولوجيك لا ولا مش هعمل كده، حتى لو هي ما عندهاش القدره الكافيه يا عمرو ان هي تفايت يعني، بس هي بتقول له لا لمجرد لا خلاص ما مش انا هعمل. بقول لك، انا لو فاهم الدين غلط وفاهم ان ده من حقي في القوامه انا غلط، وانا لو ست وفاكره ان انا لو ما سمعتش كلامه في ده ربنا هيغضب عليا غلط. ايوه كل واحد لازم يعرف اللي واللي عليه. انت كده كده ده لا تأثمي لو انت ما عملتيش ده. او حاجه فوق قدراتك، شيلي الكنبه. ما اعرفش شيلي الكنبه ولا مش عارف. مش بتاعتي. وكتير بنعمل بقى ما انتش نازله، ما انتش رايحه عند مامتك، انت هتشوفي اهلك انت. ايوه في بيستخدموا ده كاسلوب عقاب، يعني انا زعلان طب والله ما تخرق لي علاقه، على فكره انتوا متخانقين طب انت بتعاقبها فانت بتسيء برضو استخدام ما احنا كاباء بنعمل ده مع عيالنا. لا في فرق ان انا زعلان مثلا من ابني انه مش بيذاكر فقلت له انت مش هتخرج، دي من باب التربيه، انا وظيفتي اربي ابني، ولما اخترت له العقاب كان ليه علاقه بالخطا. ولازم افهمه يا عمرو، يعني لازم بقول له انا عملت العقاب ده عشان حصل كذا، فانا لازم. مراتي بتزعق لي وعاوزه تخرج. انت عايز حلقه تانية؟ لا احنا دخلنا في دايركشن تاني لا ملوش علاقه هنا هنا انا ليا حق، ليا سلطه. ده دلوقتي ممنوع نزول صح؟ هي لا ايه العلاقه معلش اللي علت يعني ايه السبب انك تمنعها؟ علت صوتها فانت مش هتنزلي. لا هي واحد، انا دلوقتي قاعد معاكي بتعلي صوتك عليا وتعدت. ماشي. من امن العقوبه اساء الادب. العقوبه مش لازم مش همد ايدي، ده عيب. بس اللي هو في عواقب للي حصل. ماشي حلو. فانا لو بنتك علت صوتها عليكي وانت قلت ما فيش نزول وبابا لا ما تقارنش الزوجه بالبنت. انا اعترض وانا قمت كسر كلمتك قلت لك خليها تنزل كأب. لا هنا في مشكله. لا دي هنا مشكله، انت كده دخلنا في كذا دخلنا في حته تانية. فانت دلوقتي لما بتعلي صوتك عليا وبتهينيني وانا يعني احنا اللي بينا احترام، انا ببقى حلو هتاخد بقى رد فعلك ايه هو ايا كان بقى. انا مش هنتكلم غير لما تعتذري، فيش بينا، انت اللي هتاخد بعضك وتنزل. مش او هي ايا كان تبدا ترجع في قرارها وتقول لها لازم ترجعي لباباكي وباباكي اللي يوافق عشان تحفظ الحته بتاعت باباها وتحفظ قرارها. لا انا ما بتكلمش انها نازله لباباها، لا نازله خارجه. لا انا مش شايفه بصراحه في علاقه، يعني ان انا دلوقتي انا قافش كراجل طبعا هي عامله مصيبه سودة، هقفش وازعل بس ملوش علاقه لو انت عايز. طب ما انتيش خارجه. انا بقول لك انا بالنسبه لي كست يعني انت بتعاقبني، انت بتعاملني ان انا عيله. ايه العقاب اللي يكون مناسب يردعها عن هذا الفعل؟ هو اصلا كلمه عقاب انا اسفه هي مضايقاني اصلا الكلمه مضايقاني. كلمه مضايقاني ان انا كراجل دلوقتي عليت صوت عليك. حلو ماشي وما اعتذرتش ومش شايف ان عملت حاجه غلط، وانتي قمتي عملتي الاكل الحلو الجميل واتعاملتي جميل، انا كده فهمت ان هذا الفعل مقبول. طيب انا مش هعرف اعاقبك، ما انا مش سيبك من كلمه عقاب، في عواقب الامر اللي انت عملته. اللي انت عملته ده انا كست عاوز انبهك ان ده خط احمر ما ينفعش تعلي صوتك. ممكن ان انا ما اتكلمش غير لما يجي لي اعتذار مقبول، ممكن ما نتواصل، ممكن ما نقعدش نتغدى في كل واحد بقى وشخصيته. الاكل هتعمليه بالمحشي اللي كان نفسه فيه ولا هعمل الاكل؟ لا هعمل الاكل زي ما هو، لان دايما بقعد اقول بالظبط الامان ما ينفعش يتخبط او الواجبات وقت الزعل. ما تاكله. لا يعني قصدي انه انا النهارده كنت قايله له هعمل المحشي، يبقى ما ينفعش انت زعلت طب والله ما انا عامله المحشي. لا انا هفضل اعمل المحشي. انت قلتي الواجبات، هل عملها للمحشي واجب؟
لا احنا مثلا كنا متفقين بكره هعمل لك المحشي. ايوه نرمين بتقصد ان هي بدل هي الاتفاق مش قايله له هي- ان هو مش هو هيروح وقت عايز الزعل. محشي وهي هتعمله له في اليوم ده وهو اتخانق، اتفاقي مش هرجع هتعمل، فيه. مش هترجع فيه، هتعمل اتفاق ده المحشي وقت اللي هو كان نفسه الزعل فيه او اللي هو هنفضل عايزه. ملتزمين. بس انا دلوقتي انا بحطه في فرق ان انا بحطه لك بقى وانتنا الله، وفرق ان انا حطاه عشان انا متضايقة. وعدتك حاجه اتفقت، فاحنا بنبني في العلاقه وقت الزعل ما بنخبطش في حاجات. لا انا عامله الغدا اوكي كواجبي، انت مصروفك هتاخديه اوكي. انا بتكلم دايما في الرفاهيات، انا المحشي شايف رفاهيه. طب انا شايفه ان احنا بدأنا نجادل كده مع بعض واحنا في شهر كريم مش عايزين نجادل. فانا شايفه ان احنا نرجع لمرجوع القوامه والنصيحه للساده الرجال اللي بيسمعونا. كيف اتق الله ايوه اللي ترضاه على اختك وترضاه على بنتك تعمله في مراتك، دي حاجه. حلو. 2، انت اتربيت تربيه غلط وشفت ان ابوك كان بيضرب والدتك وبيضرب اختك وبيضربكوا، شايف ان ده الطبيعي، انا ارضى على اختي يتكسر لها مش فاكر ايه وارضى. اكثر 100 ضلع. لا انت المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو القدوه بتاعتنا. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ده؟ فما تقوليش اصل ابويا بيعمل، ماليش دعوه. انت ابوك كان بيعمل وانت كنت بتقلده وانت عيل صغير، الببرونه انت سبتها من ايدك، انت راجل مسؤول وهتتحاسب. فانت لما تقف قدام ربنا تقول له اصل انا شفت ابويا بيعمل فانا من حقي اصلا. لا ما انت هل لو مامتك ما بتحبش السوشي ممنوع تاكل السوشي؟ لا طبعا. مامتك ما معهاش لغات فانا مش هاخد لغات؟ فانا ابويا ما كانش لا يحسن التعامل مع المراه، لا انت هتتحاسب عن نفسك. صح. فنصيحه للرجل ده، نصيحه للمراه، اختاري اللي تتشرفي بيه واللي ما تناميش ودمعتك على خدك بسبب اللي بيعمله، واللي ينفع يبقى اب لعيالك وقدوه ليه. ماشي. هي هوبة تقول لنا ايه بقى؟ انا شايفه بصراحه ان الراجل محتاج ان هو يبقى فاهم يعني ايه راجل اصلا. يعني لو هو وهو صغير ما ترباش على ده او ما شافوش في البيت، يبقى ما ينفعش يتجوز ويعول اسره بدون ما يبقى فاهم ان الرجوله يعني في مرونه وليونه ومشاركه. مش معنى انك تؤمر يعني في امر كده احنا هنؤمر يبقى هو ده اللي سمع وطاعة بالظبط. لا دي مش معناها. لا انت قلت لي ايه؟ قوامه قوامه تقولي 10 مرات بعد ما نخلص. احنا لازم نحفظها. هي بالظبط كده يا عم. لازم تبقى فاهم الاول يعني ايه عشان تعرف تطلع اسره متزنه. عشان انت مش بس الاسره دي وخلاص، انت عندك اولاد بيطلعوا فبياخدوا منك وجيل كامل. فدي نصيحتي بصراحه. ماشي. انصح انا بقى خلاص. انصح اقول لهم ايه؟ ماشي. الرسول عليه الصلاه والسلام قال خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. عايز تكون كده مع الرسول عليه الصلاه والسلام لازم تعرف انه زي ما عمرو كده بيقول ده قدوتك قبل ما يكون باباك قدوتك، اخوك، المجتمع، السوشيال ميديا، الترندات اللي بتطلع زي ما قلنا. شوف الرسول كان بيعامل زوجاته ازاي عشان تكون معاه كده ان شاء الله في الجنه. ده كده بنقوله للراجل، وده باب للجنه على فكره سهل قوي. يعني كتير بقى الرجاله يقول لك انت هتدخلي الجنه برضاي عنك، على فكره وانت هتدخل الجنه لما تكون خيركم لاهلك. اقول بقى للبنوتات والستات الحلوين افرحي بتشريف ربنا ليكي انه قالك انت هانم وفي رجل قائم على خدمتك وعلى شؤونك واشيائك. اتقالت كده وانا بقول معلش هو مدير لازم اتقالت. حلوه قوي النصايح اللي احنا قلناها دي. كده احنا تمام، ومتهيألي نصحنا الراجل ونصحنا الست يعني وربنا يديهم الاثنين. يا رب نبقى احنا قعدنا نتكلم ونرغي، يا رب كنا نبقى خفاف كده على الناس اللي بتسمعنا ويكونوا يا رب نورنا لهم كده حاجات حلوه. الاب يجي يلاقي ابنه عمال يقول لاخته ما تلبسيش ده وما تخرجيش من غير اذني، فيجي الاب ويقول مالكش دعوه باختك طول ما انا عايش وما تتكلمش معاها. طب ده يا عمرو ليه علاقه بالقوامه؟ هو اللي مسؤول فعلا هو الاب، بس انا دلوقتي فرضنا انا اخوها وبنصحها وباسلوب كويس ومحترم، فانت بتكسر هيبتي وتقول لها ما تسمعيش كلام، ما تجيش بعدها بقى تطلب مني قوم اعمل لها ومش لها. ما انا كده هتيجي تجيبني مشكله بين اختي وجوزها، وانا ابويا دايما بيصغرني، فجيت اقعد بحكم ما بينهم بقول انا غلطان، هتقول لي مالكش دعوه. لا بس وانا لو كراجل
لا انا بتكلم اللي هتربيه وانت صغير هيفضل وانت كبير. يعني انا الولد من حقه انه يمد ايده على اخته؟ لا طبعا، قله ادب. لا الاب ولا الولد، صح كده؟ اوكي. طيب فانا اتربيت اني بمد ايدي، وجي جوز اختي بيمد ايده، هي مش شايفه ان ده عيب؟ ما انا لا ماشي، بس هي متهيألي هبه كان سؤالها حاجه تانية. انا سؤالي ان الاب بيجنب بيجنب ما انت الولد. جنبت الابن. فرضنا انا البنت ملتزمه كده كده عامله الصح، والتاني بيغلس عشان يعمل عليها سلطه، هنا لما جنبه انا صح عشان الولد افهم انا الكبير مش انت. وما يتقالوش ايه لما اموت ابقى اتحكم فيهم، لا زي اللي هو ايه انا بشرب سجاير، لما يبقى لما تكبر وتشتغل تشرب سجاير ليه؟ ما ده غلط وده غلط. اوكي فاهمه فانت كده كده قصدك. مالكش فاهمه التحكم لا. مم. طيب التانية، لا فرضنا الاب مم. بقى سايب بنته بتلبس غلط والولد عنده غيره، فبيقول لها لا، واللي هو عشان عارف انه متكتف فبيقول لها ما تنزليش كده وبيزعق. طبعا اسلوب ماشي غلط، بس حط نفسك مكان الولد، هو بينصح مم. والتاني بيقول له لا. فكده قهر بالنسبه له، ان اوكي. غيور على اخته، وبعد كده اختها هتيجي يحصل مشكله ولا تتعاكس عشان لبسها، انزل شوف حل المشكله. هيجي ما له هي ايرور اللي هو انتوا عايزين مني ايه يا جماعه؟ اللي هو انا في ربطه ورماه في النار وقال له ايوه اياك ان تبتلى بالماء اؤمر. ايوه فاللي هو انا كراجل، م، انا دلوقتي انت المسؤول عن التربيه بتاعت العيال، حلو، وانا دوري ان اكون صوره كويسه قدامك واكبرك قدامك، وكلامك على الولاد لو انت عاقبت وانا شايف ان هم لا ما ماشي، انت كده تعاقبوش بتدخل الام، لا خلينا انا بس لا انا ماسكين في بتكلم في الحته الحته دي، بتاعت لا ما هفهم. انت مسؤول، يبقى لازم اديكي كامل دورك، اوكي وما تدخلش قدام الولاد، واكبرك قدام هو الولاد، بيتكلم عن ولو الولد، ابنه بقى لو عاقبتيهم، هو عمل كده. ولو عاقبت الولاد وانا شايف لو مش لو مستاهله دخل على الام افتح بقي اقفل بنديها بقي، حلو. مم. لو انا بخليكي اللي هو ايه انت مسؤول عن تربيه الولاد، اوكي، تيجي تعاقب لا ما فيش عقاب، ما يعملوش كذا لا في كذا، انا كأب انا كده العيال بقى فيهم ايرور عندك، صح؟ فاهمه قصدك. فانا كأخ انا بنصح مم. اختي، وانا ابويا يقول لي إيه؟ انصح اختك، مم. انك على اختك، خد بالك من اختك، فاجي اعمل ده مم. لا ما تتدخلش مفيش. اتدخل ولا انا ما بشوفه اتدخلش؟ بصراحه تحدي للاب، لان هو هيبقى مطلوب منه يبقى ذكي جدا هي عشان يعرف يتعامل مع الموقف. ليه بقى؟ لانه في الاخر زي ما بتقول انا لازم هزرع في ابني وفي بنتي، لا انت مسؤوله منه، وهو ليه الحق والكلمه انه يخاف عليكي. بس هنا التربيه اني اعلمك ازاي تعبر لها عن عن الحب ده، هو ده عن الخوف ده، عن انك اعترض عن اللبس، بس الطريقه حبيبه صح. قلبي أيوة، بخاف الطريقة. عليكي، انا ما احبش حد يبص لاختي كده غير لما لا والله ما انت، فانا بعلمه ازاي يبقى راجل الليونة والمرونة وازاي تعرف تحتويها. بالظبط. فانا دلوقتي لو قدامي خناقه هقول لهم ممكن تهدوا انتوا الاثنين، هدخل اكلم الولد لوحده وهدخل اكلم البنت وهربيه واقول له اطلع بقى قول لاختك اللي انت كنت بتقوله ده بس بطريقه تانية، قول لها انا بحبك، انت خاف راجل، عليكي، راجل ما تبقاش راجل عليها، راجل تبقى معاها، راجلها. تبقى راجلها بالظبط. وراجل معاها يعني في سندها. ما احنا اتربينا الراجل هو اللي يشيل شنطه، هو اللي يعمل كذا، الراجل هو اللي يفتح الباب، الراجل هو اللي يقف مع صناعيه. اما راجل عشان يحط رجل على رجل قوم بالكلمه اعملي لي والبس قوم اعملي لي، ده مش بالكده الرجوله، تصرفات. احنا حتى في العرف بتاع أيوة. الرجاله الرجوله افعال، افعال. ودايما شكوى الستات ما بيقولش كلام حلو، فنقول اصل لها احنا احنا بتوع نعرف افعال، يعني افعال لا افعال دلوقتي ولا اقوال. ولا طب أقوال. ايه جايب ايه؟ ماشي. طب قولي لنا هبه بقى، انت رايك ايه كده، حاجه كده تقوليها للبنوته والاخ لو في الخناقه دي تقولي لهم ايه لا بقى؟ انا شايفه ان لو الولد والبنت، الاخ والاخت يعني مع بعض، لا هو المفروض ان الولد يعرف يفهمها هو ليه بيقول لها لا على ده، ويعرف يحتويها ويتكلم معاها، ويبقوا الاتنين ما فيش بينهم. لان انا بخاف من فكره ان الولد لما يبقى اجريسيف او صعب مع اخته تبدا تخبي عليه، تبقى هنا بقى ايوه تخبي عليه دخلنا في حاجه وتخبي على مامته وتخبي على باباها، فيجوا يفاجئوا بكارثه حصلت في الاخر. حلو. يعني انت هتقولي له، بتقولي له بقى رساله صريحه، هتقولي له ايه بقى؟ احتوي اختك واعرف ازاي تبقى راجل معاها، لان الرجوله مش بالشخط والنطر والاوامر. وللبنت البنت هشوف ان هي لازم تبقي عارفه ان انت مسؤوله منه، وان هو راجلك ومش راجل عليكي، ولازم تبقى فاهمه ده كويس من تربيته من وهي صغيره. هنا اللي هو انا بقول اللي ملوش كبير بيشتروا كبير، صح. اللي هو هنا بيشتروا كبير اللي هو احميني. يعني عارفه اللي هو انت لو ليك فرصه ان انت
هديك كارت تامين ببلاش، هعمل لك حلو. حد يشيل عنك أيوه. التاسكات ببلاش من غير تكلفه بس بكلمه حلوه. طبعا فانا أيوه. كبنت اللي هو انت هتشيل مم. عني كذا وتشيل عني كذا مم. وتشيل عني كذا، وعاوز كلمه حلوه واحترام، مم. انا احترم. بحب طبعا. بحب. لازم ياخد منها ده. انتوا أيوه. بتحبوا حاجات الحب الستات، احنا احنا بنحب بالنسبه لنا أيوه. اللي هو ماشي، انا هقول لكل واحد خليك الحاجة الحلوة في حياة اختك، خليك امانها صح. وحمايتها وهي هتسمع كلامك كله من غير حتى ما يعني ما انت تقول، هي هتبقى بتخاف على زعلك من غير انت حتى ما تقول. وبقول لكل واحدة ما تبصيش تحت رجلك، لو انت من دلوقتي عودتيه انت مالكش دعوة بحياتي، ما تجيش بقى قدام تزعلي لو كنت محتاجة بجد وما لقيتيهوش. خلصنا حلقتنا، والحلقة دي كانت حلقة مميزة بالنسبة لي عشان فهمنا فيها حاجات كتير. خلينا بقى يبقى لينا بقية حلقات تانية بعد رمضان، وإن شاء الله أشوفكم على خير. واللي بينا ما بيخلصش عشان بتبقى القعدة حلوة مع الصحاب. أشوفكم على خير.